جزء من المسؤولية. إلى ما بعد كم يوم يرجع الدوري شوفوهم كل هذول كلهم أساسيين واحتياطيين، ولو جاء غيرهم مع الاحترام والتقدير حتى اللي قاعدين في أنديتهم الآن وما جو، لو جو ما حيسووا شيء، لأنه اللاعب السعودي بطبيعته في السنوات العشر الأخيرة غير يختلف، صار يفكر في حقوقه ولا يفكر في واجباته أبدا. وكرة القدم في عصر الاحتراف وكرة الاحتراف طالما في عقد هناك حقوق وهناك واجبات. اللاعب السعودي قبل لا يدخل الستة شهور الأخيرة طالعوا ارجعوا شوفوا وادرسوا كل اللعيبة، يبدأ يفكر هل حياخذ 5 مليون ولا 4 مليون، ويقعد شهر شهرين وهو يناقش أو يفاوض نادي على نص مليون، ينسى التمارين ينسى المستوى، أهم شيء عنده النص المليون. ومعروفين اللعيبة، وأنا يعني عايشت وعشت مفاوضات لأندية كبيرة عندنا مع النجوم الحاليين، يتفرغ اللاعب طول سنة كاملة ويفكر كل تفكيره حول الملايين اللي ياخذها، 6 ملايين 5 مليون ومن حقه، ولكن هل بيقدم؟ أنا لما ناخذ لي حقوق أنا عندي واجبات. خذ إن شاء الله 100 مليون، إن شاء الله تأخذ زي كريستيانو رونالدو اللي أخذ 92 مليون باوند، ولكن أنت إيش بتعطي؟ الجيل السابق ذا جيل الهواية، جيل العمالقة اللي جابوا بطولة آسيا وتأهلوا لكأس العالم مرات وفازوا حتى بطولة الخليج، إيش كانوا يأخذوا؟ كانوا زي لعيبة الكويت الآن. هنا الفرق. يعني أنا أبغى أقول صراحة رأي شخصي، الدلع والغرور والإهمال وحتى العنجهية أحيانا، شوفوا اللي هذا لا قدم ولا أعطاه، يعني المفروض يستحي على نفسه ويمر كذا. لا يعني يا أخي اعتذر حتى للمراسل، اعتذر، مغرور ولا مبالاة. يا أخي أنت إيش قدمت للبلد؟ والله ما احترام، والله ما احترام. الدولة لم تقصر، أعطت منحت كامل الحرية. اتحاد كرة القدم ليش ألوم اتحاد كرة القدم؟ ليش ألومه؟ بالعكس جاء اتحاد جديد، أحمد عيد جاء وما قصر. إيش ألومه في إيش؟ اللي يلوم الإعلام احنا إيش؟ لا قصرنا ولا شيء. بنناقش، بنرفع معنويات، بنكتب، بنتوقع. أمس كلنا حتى اللي ما هو متوقع فوز المنتخب السعودي قال المنتخب السعودي، لكن اللاعب لما يغيب الإحساس مع الأسف الشديد بس أنا بسأل سؤال، يغيب الإحساس والإدارة. بس أنا أي عمل منو اللاعب اللي قال له تعال؟ منو كان اللي قال له تعال؟ والله ما أعرف، أنا نسيت والله ما نعرف. ماجد تويجري. يعني للأسف يعني هذه أخلاقيات لاعب. أنا تلفزيون دولتي يتيني تلفزيون معي مقابلة وبخلي الجمهور صور مع واحد من الجماهير، ايوه صور مع الجماهير وما يتكلم حق تلفزيون دولته وحق جماهيره. الحقيقه انا اول شيء احيي الجمهور السعودي اللي وصل المدرج بهالكثافه، وايضا احيي الجمهور الكويتي اللي من يومين ترس المملكه هنا في البحرين. كثر الله خير الجمهور الكويتي. بس اقول لهم واحذرهم مره ثانيه اللي راحوا عن طريق البر، يا جماعه حطوا بالكم على الطريق وان كان الطريق جميل. هذا هي الموضوع.